يا جماعة، تخيلوا تصحون بكرة على خبر يقول ليفربول لك البديل. بس مو أي بديل، فينيسيوس. لحظة، فينيسيوس جونيور نفسه نجم ريال مدريد ممكن يلبس الأحمر ويصير صلاح الجديد في أنفيلد؟ القصة تقول إن سوق الانتقالات مولع، والاسمين الأكثر تداول هالفترة محمد صلاح وفينيسيوس جونيور. فينيسيوس وضعه مو مريح مع ريال مدريد لأن عقده ينتهي صيف 2027 ولسه ما صار تجديد بسبب خلافات على المطالب المالية. وبنفس الوقت صلاح يمر بفترة متوترة مع ليفربول، مستوى وأرقام أقل، وزادت الحكاية توتراً مع المدرب آرني سلوت. ريال مدريد حسب اللي منتشر خايف من سيناريو يوجع، لاعب كبير يوصل لنهاية عقده ويطلع ببلاش. عشان كذا الفكرة اللي تدور يا تجديد يا بيع بالصيف الجاي قبل لا يصير الموضوع خطر. وهنا يجي السؤال اللي يخليك تقول معقولة فينيسيوس يطلع من مدريد؟ إذا محمد صلاح قرب يطلع بنهاية الموسم، ليفربول بيحتاج صفقة سكة العالم، لأن أي أحد بيجي بعد صلاح بيكون تحت ضغط خرافي. والتقارير تتكلم عن اهتمام قوي من الدوري السعودي بصلاح، وهذا ممكن يعطي ليفربول فلوس كبيرة تساعده يضرب صفقة ضخمة. تخيلها كذا، تبيع الملك وتشتري الساحر البرازيلي. فكرة مجنونة بس مغرية. المفاجأة، فينيسيوس على رادار البريمير ليج. التقارير ربطت فينيسيوس بالانتقال للدوري الإنجليزي مع اهتمام من 3 أندية: تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول. وهنا تبدأ الحبكة تصير فيلم. وجود ليفربول بينهم يعني إنهم ممكن فعلا يجهزون لخطة ما بعد صلاح. بس انتبه، لأن المنافسة مو سهلة، وتشيلسي تحديداً مذكور إنه يستعد لعرض ضخم يوصل 150 مليون يورو. لحظة، لا، وهل الصفقة تصير؟ المقال يلمح إن فينيسيوس ممكن يكون البديل المثالي لصلاح، بس بتكلفة توجع، ويمكن تمويلها يصير أسهل لو صلاح راح للدوري السعودي. الحين السؤال اللي لازم ينقال بصوت عالي، هل ليفربول يغامر ويدخل مزاد نار ضد تشيلسي عشان يجيب واحد من أخطر أجنحة العالم؟ ولا ريال مدريد آخر لحظة يقفل الباب ويقول فينيسيوس ما يطلع، انتهى؟ وآخر شيء ركزوا معاي، إذا تشيلسي فعلا يرمي 150 مليون يورو، وش بتكون ردة ليفربول؟ بيردون بعرض يقلب الطاولة، ولا ينسحبون ويطلعون بخطة بديلة ما حد متوقعها؟ إذا تبون تعرفون المفاجأة الجاية، اشتركوا خلوكم جاهزين، لأن بكرة ممكن نصحى على خبر يغير شكل البريمير ليج كله.